ضرب الدوحة النهاردة الصبح ضربوا في قطر. احنا قلنا 100 مرة أكلت يوم ما أكل الثور الأبيض، كلنا عارفين القصة دي مش هنعيد ونحكي فيها. يوم ما انت اتفرجت على اخواتك وهم بيتضربوا وقاعد تتفرج هيلف ويجي لك. لما الرئيس قاعد في المؤتمر القمة العربية وقاعد حزين وقاعد يبص للسقف وقاعد كده، لما كله خذله مفيش حد وقف معاه، هو كان عارف ده، كان عارف ان الدور عليك على الكل. وانا هلاوش اضرب في اي حد، ما انا مش شايف حد. هضرب النهارده في قطر، بكره بضرب في سوريا من امبارح واول شغال هضرب وانا ما عنديش اي دعوه بقى. مش كل واحد قال يلا نفسي، وبكره هضرب في الاردن وبعده هضرب في لبنان. ما انا شغال ضرب اصلا في لبنان وانا سايبها. ده لبنان ده كل ما طريق يبقى فاضيه يقول لك نروح نضرب حزب الله، يعني كده كل ما يبقوا فاضيين يقول لك يلا نضرب في طلعه حزب الله. وسوريا عادي، ما هو الجيش اتفكك. مين اللي فاضل؟ الجيش المصري صحيله فايقله، حاطط له قوات، فايقله مصحصح له. انا بحمي نفسي، بقول لكم يا اخواتي اقفوا معايا عشان نقوي بعض. يا اخواتي اقفوا معايا. اقتصاد البلد مصر اللي كان خيرها على الكل، ابعتوا فلوس لمصر. مش عيب اللي انت تقوي مصر، ما هي هتحميك. اديك عندك اكبر قاعده في الشرق الاوسط في قطر. ايه اللي حصل؟ ده تنسيق مع بعض. ايه اللي حصل؟ صباح الفل. وكلت يوم اتاكل الثور الابيض، ولسه دايره ولفه وتدور على مين؟ بس مش مصر، عشان احنا ما كانش حد يحمينا، خالص. ارجع بالتاريخ، مفيش حد بنحمي نفسنا. خدنا على عيننا بنرجع ناخد حقنا، ما بنسكتش. لكن في فرق ناس تاخد على عينها ونحن نشجو ونندد ونفدفد. الدور على مين؟ خليكوا كده كل واحد بعيد عن التاني. ولما الرئيس قال لكم نتكاتف، كل واحد قال له انا مالي، واحنا مالنا. صباح الفل.